أهلين أهلين الزينات، اليوم جبت لكم تحلية سهلة وبسيطة وبنينة هايلة خاصة العشاق. بديت بها طيبت القهوة، وعندي مربى الفراولة خدمته غير في الدار، ومغرف كبيرة تاع شوكولا ولا ملعقة كبيرة تاع شوكولا، زوز ياورت تاع الشوكولا والبنان، وهنا عندي كريم شانتيي وفراز، وهنا عندي البسكويت الخاص بالتيراميسو وهذه الحلويات. هنا القهوة لازم نخليوها تبرد باش ما يتفتتش البسكويت في القهوة. نوجدو كامل المكونات، نرمدو ولا نحطو البسكويت داخل القهوة بعد ما تبرد، ونبداو ننظمو فيها في البلاطو اللي راح نحطو فيه واللي يدخل الفريجدار. مربى الفراولة قلت لكم خدمته في الدار، اللي بغات الوصفه تخلي لي في الكومونتير. سهله وبسيطه بلا ما بلا حتى حاجه، ويجي بنين هايل، كل حبه تعود القوت تاع الفراوله واضح، ماشي هذوك اللي تذوب الفراوله طول. بعد ما درت كامل البسكويت في القهوه وستفتو على البلاطو، هنا نزيد له شويه بالمغرف خاطر ما يشربش بزاف ونشربو مليح، وندير طبقه تاع البنان، نقصوا البنان دوائر. تقدري ديري بنان، تقدري ديري فراوله، بصح ما ننصحكمش ديروا الفراوله في الوسط خاطر هي في ساعه تفسد. زينوا بها برك من الفوق، واللي ماهوش راح تطول يقدروا يديروها في الوسط خاطر الفراوله ما تقعدش اكثر من نهار. نجيب الكميه تاعي تاع كريم شانتيي ونطلعها بالحليب بارد، نبدا نطلع فيها غير بشويه. هنايا زدت لها المغرف الكبيره نتاع الشوكولا. هذا الوصفه هايله والقوت تاعها هايل. نزيد عليها زوج ياورت تاع الشوكولا، هنا تقدروا ديروا شوكولا، تقدروا ديروا كراميل، وتقدروا ديروا ياورت تاع بنينه على حسب القول اللي راكي باغياتو. انا من عشاق ذوق الشوكولا والقهوه. نكملوا نطلعوا كريم شانتي تاعنا بيان، من بعد نزيدوا لها مغرف كبيره تاع كاكاو. هذا الكاكاو فيه ريحه الشوكولا هايل. هنايا بعد ما درت طبقه تاع البسكويت وطبقه تاع البنان، زدت عليها طبقه تاع بسكويت، ومن بعد نزيدوا الكريمه اللي خدمناها. فرغوا الخليط تاع كريم شانتي فوق البسكويت، ونخليوها في الثلاجة لمدة 3 ساعات. بعد ما نطليوها على كامل البسكويت، نقدروا نزينوها الفوق بالكراميل والبنان، وكما نقدروا نزينوها بالفراز. اكيد الفراز مغسولة قبل ما نحطها، وتقدري ثاني تحطي شوكولا ذايبة، يبقى تزيين اختياري. بعد ما طليت على كامل البسكويت، حطيت هذاك الخليط تاع الفراز وزينتها بحبات تاع الفراز. نتمنى تكون الوصفة عجبتكم، بالصحة والعافية ان شاء الله. يلاقيكم هذا الفيديو بخير، ربي يقبل علينا الصيام وصالح الأعمال. هذا الوصفة نقدروا نخدموها على شكل كؤوس. البسكويت نفتتوه، نديروا له شويه زبده ونحطوه في الكؤوس، ونحطوا فوق الخليط، ونحطوا فوق الكراميل ولا الفراوله. تقدر تخدم على شكل كؤوس، وتقدري تخدميها كيما هكا وتقصي بالطرف.
كانت الوصفة هايلة والبنة ما خلاتش، نتمنى تعجبكم، و باي باي.